ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايلكم بفكره جديده وطريقه جديده وشامبو جديد. معايا الشامبو ده، خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا مكوناته وطريقته. وادي المكونات بتاعتنا: لبن دكر، وهنا بذور الكتان، ومعانا صابونة شاهين نابلسي اهي، صابونة زيتوني بزيت الغار، والجليسرين الطبي لجمال ونعومة الشعر وتفتيح البشرة وعلاج لحبوب الشباب بالماء البارد اهي. ومعانا كمان كيسين شامبو اهو، ودي الصابونة من جوه. هناخد معلقة كبيرة، حبة كمان، اهو معلقتين كبار من بذور الكتان، هنحط بقى قيمة كوباية مية هنا، قيمة كوباية مية هنا. المية لازم تكون سخنة جامد، كفاية يا ريش. لا نحط هنا كمان شوية المية، زودي المية هنا وزودي المية هنا. انا خليتها النهارده هي اللي تعمل الشامبو. انا جربته زي ما قلت لكم في اول الفيديو وطلع جميل ممتاز، فانا خليتها النهارده هي اللي تجربه وتعمله. كده خلاص حطينا المية السخنة هنا وهنا، وهنحاول نغطي كويس جدا. احنا طبعا عاملينه دلوقتي في الساعة 5، هنسيبه طبعا معانا في السهرة ان شاء الله نعمله مع بعض. كده غطيناه، فنبشر بقى الصابونة. احنا هناخد نص الصابونة بس، والنص التاني هنسيبه ونبقى نعمله في مرة تانية. اهو يا اصحابي هبشرها، انا ما بعرفش ابشر الا لو هي نايمة كده، فيلا بقى نبشر مع بعض. كده احنا بشرناه وسيبنا نص الصابونة اهي عشان نعمل بيها مرة تانية. طبعا ماما بشرته معايا عشان هو اكيد جامد على ايدي، فهي ساعدتني. وانا بعمله بنفس الطريقه اللي عملته قبل كده، لان انا جربته فعلا لقيته ممتاز جدا. ما حطيتش صراحه عليه زيت زيتون ولا حطيت اي زيوت. حطيت بلسم وحطيت شامبو، كان حمام كريم برضو قلت اجربه. حطيت الشامبو والبلسم والحمام الكريم، طلع في منتهى الجمال. او ممكن تحط عليه زيت زيتون، زيت جوز، زيت لوز، اي زيوت عندك للشعر تحطها عليه. بس انا حطيت المره اللي فاتت شامبو وبلسم وحمام كريم، طلع في منتهى الجمال معايا. فانا حبيت النهارده ان انا اجربه معاكم انا وبنوتي الحلوه. فنشوفه بقى مع بعض، خليكم معايا برضو لاخر الفيديو ونشوف هيطلع معانا ازاي. طبعا احنا هنا بقى هننزل اللي بشرناه كله هنا. بنوتي النهارده حبت ان هي تساعدني وانا مرضتش ازعلها، هي بتعمل معايا فيديوهات كتير، بس الحاجات طبعا اللي فيها صابون وزيوت وميه سخنه وكده بصراحه بخاف عليها. قيمه كوبايتين ميه، هيحتاج ميه تاني بس بعدين هنحط هنا قيمه كوبايتين ميه وهنقلبه كويس جدا. الصابون ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص او بواقي من الصابون. هنقلب بقى كويس جدا، هنحاول نقلب جدا ونخليه هيعمل رغاوي وهيجمد وهيبقى جميل دلوقتي معانا، مش هيبقى خفيف كده. طبعا لو عايزه تعملي الصابونه كامله اعمليها، بس انا عندي شامبو من المره اللي فاتت اللي انا كنت عاملاه، فحبيت ان انا اجربه معاكم لما عجبني
ولقيته ممتاز جدا، فحبيت ان انا اجربه معاكم. فعملنا كميه صغيره، لو عايزين تعملوا صابونه كامله ممكن تعملوها كده. خلاص الصابونه بتاعتنا دابت خالص، هنغطيها بقى. وطبعا احنا مغطيين على البان الذكر وبذور الكتان. هنغطي بقى الصابونه، واستنوني بقى نكمل الفيديو مع بعض في السهرة. بعد ما شلنا الغطيان اهو بذور الكتان، طلعت المادة اللزجة اللي فيها اهو، وده اللبان الذكر، وده الصابون. جامد ازاي؟ دلوقتي معانا الطبق ده هنحط فيه بقى الصابون. مع بعض حط شويه اهو. هنحط بقى قيمة لتر مية كده، هنضرب كله بقى مع بعضه. نقلب كويس جدا ومنخليش فيه اي بواقي من الصابون، زي ما انتوا شايفين كده بيعمل رغاوي معانا. طبعا قلبت الصابون ما خليش فيه اي بواقي. يلا بقى معاكم الصابون اهو. هقلب بقى معاكم اللبان الذكر. احنا هناخد ميته وده بقى طلع المادة اللزجة بتاعته اهو. هنصفي بقى بذور الكتان. هو احنا ممكن نعمله بقماش، بس انا قلت نعمله بالصفاية كده. نصفيه اهو. احنا طبعا صفيناه كله اهو، بس هو مش باين عشان دخل في وسط الرغاوي. صفيناه كله. دلوقتي هنصفي بقى اللبان الذكر. صفيناه. هنقلب بقى. دلوقتي بقى هنفضي كيسين الشامبو دول، اي شامبو عندكم او اي بلسم او اي زيوت شعر عادي، بس انا هحط ايه الشامبو. دلوقتي هفضيه قدامكم اهو. ده اول كيس كده. هندخل على التاني اهو هنفضيه. فضينا التاني اهو خالص. ومعانا المجموعة دي شامبو وبلسم وحمام كريم. هناخد من كل حاجة معلقة. هناخد بقى معلقة كبيرة. ده حمام الكريم اهو، خدنا منه معلقة كبيرة. هناخد بقى من الشامبو بس كفاية كده. وهناخد بقى معلقة برضو كبيرة من البلسم. كده. هو مش لازم المجموعة دي، اي شامبو عندك اي زيوت عندك
بس احنا بنحط المجموعة ديت يعني، وافضل ان احنا نحط الشامبو عشان يبقى ملمسه ناعم كده. دلوقتي هنقلب، وهي كده اصلا الخلطة لوحدها مش محتاجة اي حاجة، بس احنا بنعزز الشامبو. نقلب بقى كويس جدا. هنعبيها بقى في الازازة دي مش ازازة شامبو، دي ازازة شاور، ومش شرط ازازة شامبو، اي ازازة عندك، اي ازازة زيت، اي حاجة تعبيها فيها بس تتغسل كويس قبلها. هنعبيها هنا ونرجع لكم. طبعا احنا عبيناهم اهو. ما عنديش ازاز شامبو فعبيتها في ازازة بيبسي، وفي شاور كان عندي ازاز شامبو بس عبيت فيها لما عملنا المرة اللي فاتت. طبعا ما كنتش لسه صورتلكم، فلما عجبنا بقى ولقيناه بيعمل نتيجة فقلنا نعمله قدامكم. طبعا المجموعة اللي هي الشامبو والبلسم والحمام الكريم دي هنعمل لكم عليها كده فيديو صغير، لانها بجد مجموعة جميلة وممتازة جدا وبتخلي الشعر جميل وحرير وكل حاجة. طبعا الشامبو اللي احنا عاملينه ده مهوش مكلف خالص، هو احلى حاجة فيه بينعم الشعر، بيفتح مسام الشعر وبينعمه كده وبيخليه طويل وبيخليه كده فيه لمعة، بيطول الشعر القصير اللي قدام ده برضو بيطوله. ماما جربته معايا ومع اختي ولقيناه حلو وعمل نتيجة، فحبينا ان احنا نصورها لكم. ماما طبعا اول حاجة بتعملها بتجرب معاكم الفيديوهات الاول، وهي عشان لو ما جابتش نتيجة يعني هي بتجربها الاول عشان لو ما جابتش نتيجة ما تصورهالكوش وما يبقاش خدتوا معلومة غلط او حاجة. لو لقيت ان هي فيها نتيجة وحلوة بتصورها عشان انتوا كمان تستفادوا زي ما احنا استفدنا. ماما بقى هتصب على ايدي مية في نفس الطبق اللي احنا عملنا فيه الشامبو عشان تشوفوا الرغاوي. طبعا هو بس ممكن تكون الرغاوي بتاعته قليلة شوية عشان ده كانوا اخر حبة في الطبق. يعمل رغاوي بيدي نعومة جامدة، رغاوي جميلة، ريحة طبعا حلوة جدا من البلسم والشامبو او اي زيوت او اي معطر انت حابة تضيفيه. طبعا انا مش هضيف حاجة على الكلام اللي بنت قالته، هو فعلا والله بيطول الشعر، بيفتح المسام، لو في قشرة بيشيلها لان الصابونة جميلة جدا وطبعا زيوتها طبيعية، فجربوه مش هتخسروا حاجة. ويا ريت تقولوا لي في التعليق ايه رأيكم بقى في الشامبو في بنوتي الحلوة، واستنونا في فيديوهات جديدة وافكار جديدة، ويا رب تكونوا بتستفادوا من اللي احنا بنعمله. باي باي.